ولدية وهران منذ البداية بكتلة دفاعية متقدمة وضغط عالي وأسلوب لعب مباشر. ظهر عمل فحص للملعب ورأى أن الظهير الأيمن قسوم في وضعية جيدة. لحظة مراقبة الكرة وجه اللعب إلى الجهة المقابلة. كل الكرات الثابتة لكودوبي أريتي حتى التماس كانت موجهة نحو منطقة الجزاء. بارادو بكتلة عددية وكثافة عددية in density numérique dans la surface. كرات عالية خلف المدافعين والبحث عن الثغرة في الدفاعات بارادو، لكن الكتلة الدفاعية المنخفضة لبارادو بال4-4-2 أو 4-2-3-1 كانت في موقف جيد. أول تسديدة لمولدية وهران جاءت عن طريق اللاعب رقم 21 مولاي في الدقيقة 11. تماس من قسوم لجوبا. جوبا يعيد الكرة لقسوم. قسوم يتوغل في وسط الدفاع. الكرة تعود لمولاي. كان عليه رفع الكرة نحو المهاجمين متواجدين في منطقة العمليات، لكنه اختار قرار التسديد وسدد الكرة ليلتقطها الحارس لأن التسديدة كانت ضعيفة نوعا ما. تعليمات المدرب عمراني كانت واضحة، وهي اللعب المباشر، كرات طويلة خلف المدافعين. هنا نشوف عبد القادر بالحران لحظة مراقبة الكرة، البحث عن كرات طويلة في منطقة العمليات مع عمل زيادة وكثافة عددية. مولدية وهران في مرحلة البناء من الخلف، عوض الخروج بالكرة بتمريرات قصيرة. نرى هنا مسار تمرير متاح لشاوش من طرف دهار وبالحران، لكنه رجع الكرة للحارس، والحارس عقون اختار كرة طويلة للأمام. وهذه تعليمات المدرب المعروف باللعب المباشر عن طريق كرات طويلة وعمل تفوق تموضعي وكثافة عددية density numérique. محاولة ربح الكرة الثانية وفور خسارة الكرة الضغط بعدد هائل واسترجاع الكرة عن طريق لوغيغن بريسينغ الضغط العكسي. في هذه اللقطة نرى اللاعب بولبينا يطلب من زملائه إرجاع الكرة للحارس والخروج بتمريرات قصيرة، لكن الكتلة الدفاعية المتقدمة لمولدية وهران زائد الضغط العالي الممارس من اللاعبين حال دون ذلك. الكتلة الدفاعية المتقدمة والضغط العالي يحتاج إلى لاعبين متفوقين وذو جودة جيدة تكتيكيا. هنا جوبا كشف عمل كوفر شادو، تغطية الدل لجوب رقم 11، رقابة أيضا رجل لرجل. هنا أخطأ لاعب جوب لما يضغط جوبا على المدافع المحوري. كان على جوب لاعب مولدية وهران رقم 11 أن يغطي ويغلق مسار التمرير في ظهر جوبا، بالإنجليزية الكوفر شادو كما موضح هنا في الصورة. هذا ما جعل الجناح الأيسر مطراني الضغط على اللاعب الذي قام بالزيادة العددية في وسط الميدان وترك الظهير الأيمن فارغا. خرجت الكرة من الجهة اليمنى. هناك تحسن في وسط ميدان مولدية وهران بين اللاعبين دهار وبن عمارة. نشوف دهار كيف ضغط على اللاعب في أنصاف المساحات، ونشوف بن عمارة كيف غطى المساحة التي تركها دهار. مولدية وهران والتحولات الهجومية السريعة لترانزيسيون اوفونسيف رابيد عن طريق الأجنحة، استغلال سرعة مولاي ومطراني والجودة التقنية الجيدة لجوبا في التمرير خلف المدافعين. هنا مولاي يراقب الكرة ويبحث عن توزيعها في منطقة العمليات. أما مطراني لم يتعامل جيدا مع الكرة لتمر جانبا على
المرمى. الهدف الثاني لمولدية وهران جاء من كرة ثابتة، ان كو دو بياريتي ان كوفرون. نشوفوا التحرك الجيد لرقم 11 جوب في القائم الأول وسحبه لمدافعين. مطراني استغل الوضع وبرأسية محكمة تسكن شباك بارادو. رغم الكتلة الدفاعية المتقدمة لو بلوك أو لو بريسينغ أو الضغط العالي الممارس من لاعبي مولدية واران، إلا أن هناك قرارات خاطئة من مدافعي بارادو. مولدية واران لحظة استرجاع الكرة، بن عمارة يلعبها مع جوب. جوب لم يعمل فحص للملعب لو سكان، كان عليه إرجاع الكرة للاعب الذي مرر له الكرة والذهاب في الجناح، لكنه اختار حل المراوغة وخسر الكرة. مولدية وهران والتحولات الهجومية السريعة لي ترانزيسيون اوفونسيف رابيد. هنا شفنا دخول بوخلدا في مكان جوبا ليصبح رقم 10 كلاسيكي ان مونر دو جو. فور استرجاع الكرة، الاعتماد على سرعات مولاي ومطراني في ظهر المدافعين. مولاي فور استلام الكرة البحث عن توزيعة مع تحرك جيد. مطراني قائم الأول، عريبي بوان بينالتي نقطة الجزاء، وبخلدا القائم الثاني.